أول جريمة قتل في العالم متى صارت وليش صارت؟ هذه هي قصتنا اليوم. وش السالفة إلي؟ قبل أن نبدأ لا تنسوا لايك ومتابعة وبسم الله. علشان نفهم مجريات قصتنا خلونا نرجع يعني قديم 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 جدا إلى أيام نبينا آدم عليه السلام. قابيل وهابيل هم اللي راح نتكلم عنهم اليوم، لأنهم اللي سووا أول جريمة قتل في العالم. طبعا مو واحد منهم، افهموا القصة علشان أعلمكم منه اللي من بينهم. ففي يوم من الأيام قرر نبينا آدم عليه السلام اللي هو أبو البشر الأول إنه يزوج عياله بناته، لأن ما كان في إلا هم. فإيش سوى نبينا آدم عليه السلام؟ قابيل يوم ولد كان معه خواته، يعني مولودين معه، وهابيل نفس الشيء. فقرر نبينا آدم عليه السلام إنه يزوج هابيل لخوات قابيل، وقابيل لخوات هابيل. فهابيل يوم جاي بيتزوج اخت قابيل اللي هي الزينه ما شاء الله، رفض قابيل، قال ايش تزوج اختي؟ يقول لك انا اولى، كيف تتزوج اختي؟ قال النبي ادم يعني هو يتزوج اختك لانه يعني ما يصير إن انت تتزوج اختك اللي جيت معها. قال كلنا اخوان، بس يعني في فرق، الله يرضى لي عليك، لا تصير منك. قال لا، لان اختي هي اجمل واحده فلازم اتزوجها، انا اولى، ما تزوجها الاخ هابيل، انا ابغى اتزوجها. فاقترح نبينا ادم عليه السلام حل. انا ليش اذا قلت ادم نبره هادي واذا قلت لهم نبره مزعجه؟ لا حد يلومني. فقرر نبينا ادم انه يسوي مقترح وحل، انه يفصل ما بينهم. قال يا عيالي اوكي، انتم كلكم تبغونها، فابيكم تقدموا لله عز وجل قربانكم تقربون له. فهابيل كان راعي غنم، راعي اغنام، كان عنده شاهات وغنم، وهذا هو يعني راعي غنم. اما قابيل كان مزارع، كان يحصد الموز على الفواكه، على ما ادري ايش، اشي موز اشي تفاح. فهذا كان غنم وهذا كان مزارع. فيوم جاء وقت انك تقدم قربانك لله عز وجل، جاء هابيل بافضل شاه عنده، افضل غنمه عنده، قدمها لله عز وجل بنيه خالصه. اما قابيل لا ما سوى نفس، ما جاب اطلق ثمره ايش تفاح ايش موز، لا، جاب له واحده رديئه عاديه مقطوطه، مي بزيان واحده، في الزيان وفي العاديات وفي الشام، ما ادري وش اعطاهم، بس انه ما اعطاها الزينه. بالوقت قرر الله عز وجل انه يقبل قربان هابيل، ومعناته ان هابيل راح يتزوج اخت قابيل اللي قابيل ما بيحد يتزوجها الا هو، اللي هو الراس معانا. فخلاص حسمت الامور، وهابيل هو اللي يتزوج البنت هذه. قال قابيل لاقتلنك، لاقتلنك. ليه؟ من يشار؟ انا اضربك. ففي يوم من الايام هابيل ما عليه، ربي فوق، عشان تبغى ما عليه منك يا رجال. فكلنا ندري ان عندهم هناك ثالث، اثنين وثالثهم شيطان، يعني بتقنين ان الشيطان ما راح يقدر يسوي فتنه ما بينهم نفس ما سوى نبيهم اللي نزلهم من الجنه. هو كان يعني مرتبه عاليه وقال انزل الملائكه، يعني الشيطان ذكي وخبيث في نفس الوقت. فندري ان الله عز وجل اطرده من الجنه، قال اخرج منها فانت رجيم. فقام يلعب بمخ قابيل، اسمه احذف بالمخ وتزوج اختك يا رجال، يا رجال ضعني يا رجال. قابيل يفكر، يقوم اتوقع والله اعلم انه مسك له حجر ولا شيء وقتل اخيه. كان اللي هو قتل هابيل. فما تدري ايش شعور قابيل هذاك الوقت، متوتر خايف حماسه ضغوطات، ما تدري لو انه كان برا ما ندري ايش نحدد. فاستغفر الله توبه لي. ف يعني قرر انه ياخذ اخيه يزبنه في مكان. ايش اسوي الحين انا منك؟ فقرر الله عز وجل انه ينزل لهم غراب يعلمه ايش الطريقه اللي يسويها علشان يزبن اخيه، ولا يحطه في اي مكان قد يبغى يتخلص منه. فجاء الله عز وجل يعني جاب عنده غراب، ويقوم الغراب صارت مشاجره بين الغراب الاول والثاني، ويقوم الغراب الثاني يقتل الغراب الاول. فاول ما قتل الغراب الثاني الاول قرر انه يدفنه. فقابل ويتفكر كذا، قال اذا قتل ذا شوي الا بيدفنه، ساعد ادفنه. قال والله انا ليش مسكت، ابغى اسوي كذا ما ادري. قال ليش ما ادفنه؟ ويحافر قابل ويحافر، ما ادري ليش سويت كذا. حفر الين ما ناسبت يعني الحفره انه يحط اخيه هابيل فيه. فكان زعلان قابيل انه قتل اخيه علشان بنت، يا حسرتي يا وجودي، يقوم يحطها ويدفنه. يعني خلاص كذا زبن اخيه
والغراب الثاني زبن الغراب الأول. ومن هنا صارت أول جريمة قتل في العالم. فبس في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ومع السلامة. ليش سويت كذا؟ ما أنا صرت أسوي أشياء ما أدري.